لو انتي ما بتعرفيش تلبسي بس انتي مش متضايقه من ده فتمام. احنا متفقين مع بعض ان واثق الخطى يروح اي حته بالشبشب الزنوبه. طيب لو انتي ب... ما بتعرفيش تلبسي ومتضايقه وبتصرفي كل فلوسك على اللبس وعلى المكياج، تعاليلي بقى، تعاليلي الفيديو ده عشانك. ليه مثلا بصرف كل فلوسي وفي نفس الوقت شكلي مش اطلالتي مش مريحاني، مش حاسه ان هي مثاليه كفايه ان هي تبقى عجباكي، او ان هي مريحه عينك وانتي باصه في المرايه. او ليه مثلا مهما بصرف بيبقى شكلي مش شبه البنات اللي هناك او البنت المعينه انت بتتابعيها او الممثله المعينه. طب لو انتي بتعرفي تلبسي وحاسه ان انتي آه يعني كل الناس بتشيد بقد ايه بتمدح في اطلالتك وقد ايه انتي بتعرفي تنسقي كل حاجه، تابعيني برضو. ليه ممكن اكون انا اصلا ما بعرفش البس وانتي تقولي لي المفروض ان انا اعمل ايه، او تزودي لي معلومات من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي دي وتشاركيني وتشاركي البنات فنفيد بعض كلنا. اول حاجه، اول خطوه، النظافه الشخصيه. شياكتك مش هتغفلك ريحتك الوحشه، ولا ريحه نفسك، ولا ضوافرك اللي فيها مانيكير متقشر. دي حاجات كلها بتضرب الاطلاله من اولها لاخرها كده. خلاص يعني انت كده اللي هو ايه، مهما صرفتي مهما كلفنا مهما بتاع مش هينفع. وانا عن نفسي انا منزله فيديو في روتين شاور، لو طبقتيه مره او مرتين في الاسبوع، هو مره كافيه يعني، بس انت لو عايزه يعني تمام طبقيه مره او مرتين في الاسبوع. صدقيني لو طبقتي الروتين ده ومشيتي عليه، انت لو فرحك بكره جاهزه ان انت تلبسي فستان الفرح وتروحي تحضري الفرح عادي. لو طلعت لك مناسبه من تحت الارض انت جاهزه ان انت تلبسي الاوتفيت بتاعك او تلبسي فستان السواري بتاعك وتنزلي دلوقتي تحضري المناسبه حالا، مش محتاجه تجهيزات من قبلها ولا محتاجه ان تعملي حاجه، بس روتين طبقيه كل اسبوع. اللي هتلاقيه تقريبا فاهم مكتوب عليه شاور 10 دقايق او كده، هو فعلا باقل مجهود يعني واحسن نتيجه ومناسب للامهات. طيب انا مثلا بشتري لبس كتير ومش عارفه ان انتي بتشتري لبس كتير وعندك الوان مفضله انتي بتحبيها بس بتيجي تلبسيها مع بعض حاسه ان مش احسن حاجه اطلالتك، مش عارفه ازاي تنسقي الالوان دي مع بعض او كده. انا هقول لك قاعده بالنسبه للالوان، انا موقعه. انا هقول لك قاعده بالنسبه للالوان لو طبقتيها تمام كده انتي يعني اللي هو يعني ايه، مش محتاجه مثلا اضافه تانية، او مش محتاجه انت تعملي حاجه تانية، او هي مستحيل ان انت الدنيا تبوظ معاكي في حته الالوان دي. بصي يا ستي، في حاجه اسمها اربع الوان، في اربع الوان الالوان المحايده، في هم اربع الوان. في ناس بتقول ان هم اكتر بس انا دول اللي انا بحس ان انا واثقه فيهم يعني. الابيض، الاسود، البيج، الجراي، دي الوان محايده. الالوان دي ينفع ان انت تاخدي منها اي لون وتحطيه مع التاني عادي، ممكن تلبسيهم كلهم مع بعض عادي. طيب انا دلوقتي عايزه انا في لون تاني مفضل، واكيد مش هنلبس كلنا بقى ابيض اسود بيج انا في لون بحبه. انا عن نفسي مثلا بحب الزيتي جدا، بحب الاحمر مثلا جدا. طب هنعمل ايه؟ عندك يعني خليني انت تعمليهم لحد ما تعرفي بعد كده انت هتعملي ايه يعني لحد ما توصلي لاحسن نتيجه يعني. تمام. اول حاجه ان انت تلبسي الاطلاله اللي هي بلون واحد، يعني توحدي مثلا الاطلاله كلها بلون واحد. ممكن تغيري مثلا لون الشنطه الشوز بحيث ان هم يبقوا الوان محايده. يعني في الوان تحسي ان انت مش هتبقي مرتاحه فيها قوي وانت لابسه لون واحد. طيب هنعمل ايه؟ تختاري اي لون من الالوان المحايده دول، او تختاري مثلا لونين وتدخلي اللون بتاعك المفضل اللي انت بتحبيه عليهم. يعني مثلا تختاري بيج وتلبسي مثلا معاه احمر، تختاري فاهمه قصدي اللي هو تختاري لون من الالوان المحايده دي وتحطي معاه لون صريح، اللون الصريح اللي انت بتحبيه او بتفضليه. وعلى فكره القاعده دي تمشي في الديكور، او في ان انت مثلا لو عروسه وبتجهزي بيتك ومش عارفه تعملي ايه في الالوان او تختاري الالوان ايه، حاولي ان انت مثلا تدخلي اللون الصريح ممكن مثلا بنسبه 30% بالنسبه للاطلاله كلها، يعني الاطلاله كلها تبقى لون محايد مثلا، والبنطلون او التيشيرت او البيزك اللي يبقى باللون الصريح اللي انت بتحبيه. ده مش طبعا قاعده ثابته، ومش معناه ان اللي ما بتعملش كده هي مش شيكه وما بتعرفش تلبس. انا بس بشاركك بالحاجات اللي انت تبتدي بيها لحد ما انت مع الوقت هتعرفي ان انت تنسقي
او تطلعي شخصيتك او الحاجات اللي انت بتفضليها على اللبس بتاعك. ده بالنسبه للالوان. تاني حاجه، حاولي تبعدي، مش عارفه دي تاني ولا تالت، حاولي تبعدي عن اللبس اللي عليه لوجو كبير، ده اللي هي علامه البراندات اللي انت عارفاها دي، اللي هي تبقى فيه العلامه اللي هي كده دي انا مش عايزه اذكر اسماء براندات عشان انا معرفش ده صح ولا غلط، ولكن فاهم في لبس كده بيبقى عليه براند، تحسي انت بتعملي اعلان، عباره عن يافطه ماشيه للبراند، علامه البراند كبيره قوي، يافطه فاهم للبراند، الصدر كله عليه البراند، الظهر كله، فاهمه قصدي؟ فحاولي انت تبعدي عن اللبس اللي بيبقى عليه لوجو كبير قوي للبراند او اسماء البراندات او كده بالشكل ده، بالشكل الفج ده، اكنك مثلا يافطه ماشيه او ماشيه بتعلني للبراند. النقطه اللي مش عارفه وكام، وانا عارفه ان في ناس كتير قوي ضد النقطه دي يعني هيهاجموني عليها، ولكن حاولي ان انتي تبعدي عن الحاجات المقلده. يعني انا عارفه ان ان مثلا عشان تجيبي شنطه براند معينه ممكن تبقى بتمن شقه، فانا مش بقولك يا اما تلبسي الشنطه اللي بتمن شقه دي او ما تلبسي، بس ممكن تلبسي حاجه ساده، ممكن تلبسي حاجه من براند مثلا، لوكال براند مثلا، حاجه من تصميم مثلا خاص، تكون مثلا بنفس سعر مثلا الحاجات اللي انت بتجيبيها ميرور او اللي هي الكوبي من البراندات التانية، وفي نفس الوقت هتبقى حاجه انت ماسكاها ايه، انت منفرده بيها، يعني حاجه مميزه، وفي نفس الوقت حاجه بتدي ذات قيمه او الماتيريال بتاعتها احسن. لكن ان انت تلبسي حاجه اللي هي في شنط، انا مش عايزه برضو اذكر براندات، نفس اللي هو نقطه اللوجو دي، اللي هي الشنط اللي بتبقى معروفه ان هي من اللي هي ايه، كوبي، بتبقى باينه اكنك مثلا ايه. يعني اولا الناس اللي معاهم، لو انت في حياتك الناس اللي لابسين او بيلبسوا الحاجات اللي هي من البراند نفسه وبيدفعوا فيها كل الفلوس دي، للاسف هم بيقدروا يعرفوا ان دي مش اصليه، ف بيبقى شكلك اكنك نفسك تلبسي الاصليه قوي بس مش فاهمه قصدي، مش قادره يعني، اللي هو انا نفسي البسها بس انا مش عارفه، فانا عايزه اجي معاكم وخلاص، فبيبقى شكل مش احسن حاجه يعني. بس لو انت عندك شنط شكلها عاجبك ومش عارفه ايه، ارمي كل اللي انا قلت ده في الباسكت والبسيها عادي جدا، ما فيش حاجه يعني، ما فيش برضو فرض للموضوع، انا بقول لك حاجه انت تاخديها او ما تاخديهاش انت حره. وفي ناس كتير قوي تقريبا كل اللي على الساحه بيلبسوا الميرور عادي جدا. انا عن نفسي بقول لك تفضيلاتي الشخصيه وجهه نظري، اللي هو حاول ان انت بنفس الفلوس دي ان انت تلبسي حاجه تكون لوكال براند او حاجه تصميم خاص مثلا من براندات، في براندات كتير بتعمل حاجات هاند ميد شكلها كويس، جلد مثلا، جلد شكلها كويس، حاجات قيمه، وبنفس الفلوس الحاجات التانية. انت بقى حابه تاخدي النقطه دي او ما تاخديهاش انت حره، انا بس ذكرتها يعني. حاولي ان انت تبعدي عن الحاجه اللي هي شكلها موضه سريعه كده، اللي هي تحسي ان هي تقليعه، هي مش مكمله معانا، هي اولا اهدار للفلوس، لان انت هتلبسيها لو هي عجباكي تمام البسيها فتره وخلاص، جربيها وخلاص، بس هي هتبقى اهدار للفلوس لان انت هتلبسيها فتره وفي الاخر هتترمي، يعني انت مش يعني هي هتاخد فترتها وتمشي. حاولي انت تدوري على القطع اللي هي تحس ان هي ممكن تبقى مامتك من زمان لابساها وانت دلوقتي لابساها، ولو عدى 20 سنه انت مش هتبقي متضايقه وانت شايفه صورتك وانت لابساها، هي في كل زمن وفي كل مكان شيك، ومع الوقت انت هتقدري تتعرفي على القطعه دي يعني. سواء بتشتري من براند، سواء بتشتري من محل، سواء بتشتري من على فرشه في الشارع، حاول ان انت تهتمي بان القطعه اللي انت شارياها تكون خامتها كويسه، جودتها تعيش، استثمري في القماش، وان القطعه تعيش معاكي، وان القطعه ما تبص من غسله غسلتين او تغبر، لان اكيد انت مش عايزه تشتري مثلا حاجه تلبسيها لابسه وبعد كده تيجي تبص لها مغبره، فعشان انت دفعتي فيها فلوس فانت هتبقي عايزه تلبسيها تاني، فدي حاجه هتخلي الاطلاله مش في احسن احوال يعني. فحاولي انت تستثمري في الخامه او الجوده الكويسه، سواء انت مثلا تجيبي جينز مثلا، بنطلون جينز كويس انت حاسه ان هو ممكن يعيش معاكي الجوده بتاعته، مش اللي هو الجينز الخفيف ده، او جلد، او يعني حاولي في خامات معينه معروف ان هي لابسه التانية خلاص بتوبر وبيبقى شكلها وحش، وفي نفس الوقت انت هتبقي لو انت نفسك تلبسيها وما عندكيش مشكله برضو ان انت تلبسيها،
وما عندكيش مشكله تصرفي الفلوس وان انت تلبسيها لابسه واتنين وتترمي، تمام، لو عجبتك جدا اعملي كده. ولكن انا بقول لك حاولي ان انت تستثمري في القماش عشان دولابك ما يبقاش مليان حاجات كتير. عندك لبس كتير قوي وانت مش عارفه، ولما تقولي لحد انا حاسه ما عنديش حاجه البسها، يقول لك ما هو مامتك مثلا او جوزك او باباكي، ما اهو ما الدولاب ده كله يروح فين؟ ما هي كلها حاجات فعلا تحسي انا ما عنديش لبس عشان انت ما استثمرتيش كويس، وحاجات تحسي انها عايزه تترمي او خدت مدتها خلاص ما عادش ينفع تلبسيها، وفي نفس الوقت مش عايزه تستغني عنها عشان انت دافعه فيها فلوس او ايا كان متعلقه بيها عاطفيا بشكل ما. ف يعني حاولي انت تعملي كده. الاكسسوارات، سواء بقى اللي هي الاحجار او الاكسسوارات عموما، يعني حاولي برضو ان انت تستثمري فيها، ما تبقاش اللي هي الحاجات اللي لابسه التانية تلاقيها صدت عايزه تترمي او كده. انا عن نفسي بفضل ان انا عن نفسي يعني مش بقولك مش بلزمك تعملي كده، انا ما بفضلش ان يكون عندي اكسسوارات كتير. بحب مثلا انت مثلا الفلوس دي صدقيني ان انت ممكن ان انت عماله تجيبي بيها اكسسوارات وترميها يمين وشمال وعندك درج اكسسوارات انت كل حاجه لابسه التانية ترميها. الفلوس دي ممكن تجيب لك مثلا خاتم كويس او اكسسوار كويس يكون فضة او مع الوقت يكون ذهب. انا عارفه ان مش كل الناس تقدر ان هي تلبس ذهب برضو، في اللي هي الحاجات اللي زي الاكسسوارات اللي هي الاحجار، او مثلا اللولي اكسسوار مثلا قيم، خاتم مثلا قديمه عند مامتك، دي بيبقى شكلها، او ساعه قديمه الساعات بتاعت امهاتنا بتاعت زمان دي جميله جدا وكلهم محتفظين بيها. دي حاجات شكلها ان هي بتبقى اقيم كتير وبتبين بتاخد الاطلاله في مكان تاني. يعني الموضوع الاكسسوارات عن نفسي انا اصلا هي بتعمل لي حساسيه، فمن وانا صغيره ما بفضلش ان انا البس اكسسوارات مش فضه او مش حاجه ذهب او مش فاهمه قصدي. بس انت لو بتفضلي تلبسيها فانت حاولي انت تستثمري فيها. اعتقد ان هو طالع دلوقتي حاجات ما تصديش او ما تبص، فحاولي ان انت تاخدي بالك لو لونها غير فبرضه انت كده ارميها. ارميها عشان هي هتأذيلك جلدك، ارميها عشان هي هتبوظي بيها شياكتك. لو انت مش حابه تعملي اللي انا بقولك عليه ده ما تعملوش، انا بس برضو بشاركك بوجهه نظري. خلاص احنا كبرنا وبقينا اهل، مش محتاجه ان انا اكد كل شويه على النقطه دي. اخر نقطه بقى، كل اللي انا بقوله ده مش معناه ان هو ده اللي انت لو ما عملتوهوش يبقى انت كده ما بتعرفيش تلبسي، او اللي انا لازم اللي انت تعمليه. لا، انا بشاركك بكل النقط او من وجهة نظري ايه الحاجات اللي تخليكي لو انت ما بتعرفيش خالص ان انت تلبسي، تتعلمي ان انت تلبسي وتعرفي ان انت تنسقي القطعه بتاعتك. لو عندك قطعه معينه ومش عارفه تلبسي عليها ايه، انت مجرد بس تدخلي على بنترست هتكتبي اسم القطعه، هيطلع لك اخلالات كتير وتنسيقات كتير تساعدك ان انت تنسقي عليها ايه او تجيبي ايه عندك من الدولاب. انت مش مضطره خالص ان انت لو انت اللي انا بقوله ده مش فيش في حاجه فيه عجباكي او ان انت عايزه تعمليها ما تعملهاش، ما فيش حد بيلزمك بده. انت حره يعني. لو انت شايفه ان في اي نقطه تانية انا محتاجه ان انت تضيفيها او انا سقطتها، يا ريت تشاركينا بيها في الكومنت عشان البنات التانية تستفاد، وعشان انا ممكن اكون انا نفسي محتاجه او مش واخده بالي منها او ما بعملهاش او ما اعرفهاش. ما طبيعي ان انا ما بعرفش كل حاجه وبس. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب واعملي له شير مع اصحابك عشان اقدر ان انا اكمل وان يوصلك كل فيديوهاتي. شكرا.